السلام عليكم، كي دايرين الخوت؟ بخير، كلشي مزيان. اليوم غادي نقدم لكم واحد فيديو ديال المساعدة ديال المملكة المغربية للشعب الفلسطيني في غزة. في شهر 6 2024، نهار 26 شهر 6 2024، هاد المساعدة مشات لفلسطين من طائرات ديال المملكة المغربية. وهذا الفيديو غتتبعوا معايا وغتشوفوا كلشي بعينكم، لان بعض الجزائريين يقولون بان المغرب لا تساعد فلسطين، انها ضد فلسطين، بالعكس. ولكن الا شفتوا هذا الفيديو هذا، الجزائريين كلهم غادي يغيروا نفسهم والعقلية اللي عندهم. وهذا الفيديو هذا كيثبت كلشي امام العالم بلي المغرب ديما مع فلسطين طالما هما مظلومة منذ زمان. تبعوا الفيديو حتى الاخر وتشوفوا كلشي. يلا، تحياتي، مرحبا. احنا بنشوف موضوع يعني شيء حلو، شيء طيب من الملك المغربي. طبعا احنا بنتشكر كثير الملك المغربي، وبنتشكر كمان الشعب المغربي على المساعدات اللي قدموها تجاه شعب غزة، لهم كل احترام. احنا نشكر الشعب المغربي والملك المغربي وعلى راسه، وانه وقف معنا وسندنا وعالج وبعالج في مرضانا، والف شكرا له، وعلى راسه من فوق للشعب المغربي والملك المغربي. نشكر المملكة المغربية حكومة وملكا على ما قدموا من مساعدات للشعب الفلسطيني دائما، وليس يعني قدموا فقط، لا من زمان بقدم مساعدات الحمد لله من زمان. يا ريت كل الدول تهدوا بوحداتها يعني. والله هذه المساعدات يعني اجت نجدة للشعب، لانه بيعاني، لا بوجد لا ادويه لا شيء. انت بتوقف على طابور الصيدليه عشان تاخذ دواء، وبالاخر ما بيطلع الدواء اللي نفسه اللي هو كاتب لك اياه الدكتور. يعني بيعاني كثير من امراض، يعني خصوصا مع الصرف الصحي اللي نتج عنا مجاري بشكل مش طبيعي. فلك الشكر ولك الاحترام، لك ولشعبك الكريم المعطاء. شكرا لاهل المغرب اجمعين، شكرا لكم، مزيدا من الدعم والعطاء مرة أخرى، حفظكم الله. أشكر الملك المغربي اللي أرسل المساعدات للشعب الفلسطيني، بارك الله فيه، الله يقدر طيب على العمل اللي عمله للشعب الفلسطيني. وينضم إلينا من الرباط أستاذ العلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية بقلعة سرعنا، الأستاذ عبد الفتاح نعوم. أهلا بكم. إذن استمعت معنا إلى شهادات من قلب غزة تشكر المغرب ملكا وشعبا على المساعدات الطبية التي وصلت إلى قطاع غزة. نتحدث عن منظومة صحية منهارة تماما في قطاع تحت القصف منذ 9 أشهر تقريبا متتالية. طبيعة المساعدات التي قدمها المغرب بأمر من جلالة الملك، والذي تكفل شخصيا بجزء كبير من هذه المساعدات، كيف ينظر إليها في سياق دولي مطبوع بتواصل الحرب وباستمرار الحصار وإغلاق المعابر؟ أهلا وسهلا. أنا في تقديري أن هذه المساعدات ينظر إليها من زاويتين أساسيتين. الزاوية الأولى من حيث طبيعة هذه المساعدات، باعتبارها تلبي عنصرين هامين جدا يتعلقان بنطاق وبمدى وبفداحة الحدث أو جلالة الحدث يعني في غزة. نتحدث مثلا عن موضوع يعني النطاق هذه المساعدات التي تشمل معظم الاحتياجات الطبية التي تحتاجها يعني ساكنة غزة، يعني لا فيما يتعلق بأدوية الأمراض السارية ولا فيما يتعلق بالأدوية الموجهة إلى معالجة ومواجهة يعني الكسور والحروق التي أصيب بها سكان غزة جراء الحروب التي دامت الآن لحوالي 9 أشهر. الجانب الثاني هو الفورية. الفورية هي عنصر هام جدا. لماذا؟ لأنه هذا معبر كرم أبو سالم هو يعني إبداع مغربي، هي مبادرة مغربية قامت من خلالها يعني العمليات أو عملية الإسعاف أو المساعدة المغربية باجتراح سبيل هذه المعابر وتجاوز الأساليب التي كانت تعتمد في السابق.